ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنيه والنهارده هعمل معاكم كبده اسكندراني حلوه حلاوه مش طبيعيه يا جماعه. مش قادره اقول لكم هي حلوه قد ايه، شكلها بيتكلم لوحده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي معلقه كبيره توم مفروم قسماها على 2، ومعلقه صغيره ممسوحه ملح، ونص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره فلفل اسود. وعندي نص كيلو من الكبده انا بقطعها قطع مش كبيره ومش صغيره. انتم تقدروا تقطعوها بالحجم المناسب لذوقكم. بحط على الكبده بقى التوابل ونص معلقه الثوم وبقلبهم مع بعض وبركنها على جنب ساعة ساعتين تشرب من التتبيله. الخطوه دي بتفرق جدا في طعم الكبده عن ما بنحط التوابل وهي بتستوي. وعندي على النار صينيه او طاسه بحط فيها 4 معالق كبار زيت ومعلقه كبيره سمنه بلدي. لو مفيش سمنه بلدي مش هنحط سمنه خالص وهنستخدم زيت بس. نص معلقه الثوم بقى اللي انا ركناها على جنب دي بحط عليها نص معلقه صغيره كزبره مطحونه. واول ما الزيت عندي بيسخن بروح نازله عليه بالثوم ده. بس ابتدي اشمل التومه ريحه واحس ان هي ابتدت تدبل كده، انا مش عايزاها تاخد لون ولا تبقى طشه ملوخيه خالص. بروح نازله عليها بالكبده، وانا بحط الكبده بعلي النار عشان الكبده تاخد صدمه وما تنزلش السوائل بتاعتها. الكبده يا جماعه بتاخدش سوا خالص على النار، هي دقايق يعني بالكتير 10 دقايق على النار. بفضل اقلب فيها وخلاص، وهي داخله في السوا بكون انا محضره عندي 4 وحدات فلفل رومي، واحط عليهم 2 فلفل حراق. اذا انتم عايزين تحطوه كله حراق، اذا انتم عايزين تحطوه كله رومي او تمكسوا بين الاتنين انتم وذوقكم. بحطه في اخر مرحله خالص، يعني خلاص بيبقى باقي دقيقتين كده وهطفي على الكبده، بروح حاطه الفلفل ومقلباه تقلبتين وهي كده جاهزه على الاكل. بجد يا جماعه حلو قوي. تتاكل بقى في ساندوتش فينو عيش بلدي مع شويه طحينه مع مكرونه، بتليق مع كذا حاجه. جربوها وبألف هنا وشفا على قلوبكم.